تاني حاجه بيتكون من بروتين. طب البروتين ده ازاي وحكايته ايه؟ كل اللي هقول لك عليه ان الغشاء الخلوي البروتين بتاعه بوابه. يبقى غشاء الخليه فيه بوابه، البوابه دي بتتكون من صح. البوابه دي وظيفتها ايه؟ اسمها بوابه، تفتح وتقفل، يعني بتدخل حاجات جوه الخليه اهي. ده فيه بوابه بتفتح فبتدخل حاجات جوه وحاجات بتطلع. تمام؟ حد عنده مشكله؟ يبقى البروتين اللي موجود في الغشاء الخلوي موجود في صوره هل موجود في صوره بوابه بس؟ لا، هو فعلا موجود في صوره بوابه. يقول لك تاني اهميه للبروتين في الخليه، عندك مشكله؟ امال من تاني الوش ده ليه؟ ها؟ يا جماعه الله يكرمك، اجابه سؤالك هيقرروا. بص مش هكون لك سلام على اذنك، عايز اخر البتاع ماشي؟ انا اسف، انا راجل غلطان، انا ما بفهمش بنت. يبقى تاني حاجه البروتين بوابه صح؟ بيسمح بدخول وخروج الايه؟ المواد. ده اول حاجه، اول وظيفه للبروتين. تاني وظيفه موجوده عندكم في الكتاب، يعمل البروتينات اللي موجوده في الغشاء الخلوي كمستقبل للتعرف على المواد الغذائيه كالانزيمات والهرمونات وغيرها. يعني ايه كمستقبل؟ اللي حضر معايا الدرس ادي الخليه اهو. تمام؟ هشرح لكم قصه مريض السكر، او ليه مريض السكر عنده سكر، وليه احنا بناكل سكر كتير وما بيجيلناش السكر. الخليه دي قلت لكم من بره فيها ميه صح؟ ده وعاء او شريان بيمشي فيه الدم. تمام؟ الدم ده مليان اكل، احنا كلنا اكل كتير، الاكل فيه جلوكوز كتير. تمام؟ فالسكر بتاعنا بعد الاكل بيبقى عالي قوي صح؟ وبعد الاكل بساعتين يقول لك السكر بيحصل له ايه؟ بيقل. طب هو ازاي السكر ده الجسم يتخلص منه؟ يجي هرمون حلو قوي، ده الخليه بتاعتنا. تمام؟ وده الجلوكوز اللي ماشي في الدم. يجي هرمون اسمه الانسولين، هو اللي بيوطي السكر فين؟ يروح جاي، دي الخليه. تمام؟ وده المستقبل، حاجه شبه حرف الواي كده ولا حرف البي. يروح جاي مسك فيه هرمون اسمه هرمون الانسولين، فيقول لها بعد اذن حضرتك افتحي يا بوابه. فيروح مين اللي داخل جوه الخليه؟ وبكده الجلوكوز في الوعاء ده بيحصل له ايه؟ الدم بيقل. طب هي الخليه اصلا شافت حاجه اسمها هرمون؟ لا، بس نتيجه وجود البروتين اللي هو شغال مستقبل. عرفتوا يعني ايه كلمه مستقبل؟ مستقبل صح؟ هو موقع تعرف الخليه على حاجات. هو الخليه تعرف حاجه اسمها انسولين؟ مين اللي خلى الخليه تعرف الانسولين؟ يبقى اول حاجه البروتينات تعمل كبروتين كبوابه تسمح بدخول وخروج. تاني حاجه نعمل البروتين كمستقبل. تمام؟ بيخلي الخليه تعرف الحاجات، يقول لك كمواقع بتخلي الخليه تعرف الحاجات اللي جايه لها سواء هرمونات او انزيمات وغيرها. حد عنده مشكله في النقطه دي؟ طب السؤال اسمك ايه؟ منى. لحد دلوقتي الحاجات بتخش وتطلع من الغشاء الخلوي عن طريق مين؟ عن طريق البوابه بتاعت ايه؟ البروتين. هل وقف لحد هنا؟ يعني ما ينفعش مثلا لو جزيء هنا ينفع يخش ويطلع البوابه صح؟ طب هل ما ينفعش جزيئات تدخل وتخرج من هنا؟ يعني الجزيء عايز يخش الخليه يخش؟ هو ينفع. ليه ينفع؟ غشاء الخليه احنا قلنا السليولوز جدار صلب ولا مش صلب؟ اما غشاء الخليه بيقولوا عليه غشاء رقيق. ده اسطوره يا جماعه، رقيق. عندها حاجه اسمها تايني بورز. يعني ايه تايني بورز؟ عندها ثقوب دقيقه جدا. اقدر اقول عليها ثقوب بالعين المليانه زي السليولوز؟ لا، ده السليولوز كان جدار عامل كده وفيه ثقوب واضحه. اما ده غشاء رقيق جدا فيه صغيره جدا جدا. فالجزيئات الصغيره هتعدي من مين؟ مش محتاجه تعدي على بوابه، تخش وتطلع على طول لان الغشاء الرقيق فيه ثقوب. اما الجزيئات مثلا الكبيره تعدي من مين؟ ما ينفعش تعدي من غير البوابه. كده احنا قلنا كل كلمه في الغشاء الخلوي الا جمله واحده عندكم في الكتاب. يقول لك الغشاء الخلوي او الغشاء البلازمي بيتكون من ليبيدات صح ولا مش صح؟ بيكون من بروتين. في حاجه ثالثه احنا ما قلناهاش بقى اسمها الكوليسترول. ده المكون الثالث. الكوليسترول ده عامل شبه الاسمنت. الحيطه اللي انا قلت لكم يا جماعه الغشاء ده غشاء دقيق جدا، عامل شبه طوب.
الحيطه دي لو ما فيهاش اسمنت يخلي الطوب ده ماسك في بعضه، الغشاء ده رقيق اصلا. ايه اللي هيحصل؟ الغشاء بيتقطع مع اي حاجه داخله الخليه وخارجه من الخليه، الغشاء ده هيحصل له ايه؟ فايه اللي يخلي الغشاء الرقيق ده يستحمل شويه؟ ده الكوليسترول، ده ليبيد من الليبيدات المشتقه موجوده مطموسه ما بين مين؟ جزيئات الايه؟ تعمل على تدعيم الغشاء، ده غشاء رقيق جدا، يبقى مين اللي بيخلي الغشاء ماسك نفسه؟ الكوليسترول. حد عنده مشكله؟ فالغشاء فعلا بيتكون من الليبيدات سواء الكوليسترول او مجموعه الفوسفوليبيدات، ده اول حاجه. تاني حاجه بيتكون من موجود عندكم وكربوهيدرات كمان. انا جبت سيره الكربوهيدرات ولا الكتاب جاب سيره الكربوهيدرات، هو حطها لكم وخلاص. هو بيتكون من كربوهيدرات. بتكلم على غشاء الخليه، غشاء الخليه في السيلولوز. ها؟ يبقى حد لو جه عند الجمله دي هيستوقفني يقول لي ده الكتاب كاتب كربوهيدرات، يبقى جبت سيره الكربوهيدرات. اقول لكم في مكون من مكونات الخليه موجود بس ما ذكرش عندكم في الكتاب، بقولها بسرعه ونسوها. هنا في حاجه شبه الديل هنا. انا جبت سيره الديل ده؟ لا، ده عباره عن ايه؟ حاجه اسمها جلايكوليبيد. اي جلايكوجين. جلايكوليبيد ده جلايكو دي جايه من الجلوكوز، فده سكر متحد مع ليبيدات. حاجه اسمها جلايكوبروتين وجلايكوليبيد موجوده من الخليه من بره، يعني لو الخليه اهي في حاجه شبه الديول كده بس مش موجوده عندكم في الكتاب. انا قلتها لكم علشان فعلا مكتوب ان غشاء الخليه بيتكون من ليبيدات وبروتين ومحدش يجي يسالني فين الايه؟ كربوهيدرات. حد عنده مشكله لحد هنا؟ انا بتكلم بريتم عالي؟ ها؟ اهدي الريتم شويه ولا اتكلم بنفس الطريقه؟ نفس الطريقه. هي مراجعه فبحاول ايه؟ اعلي التون شويه. نعم؟ في ايه؟ الحمد لله. حد عنده مشكله؟ عندك سؤال؟ انا حسيتك هتولعي جوه نفسك لو ما تقدريش تفضلي. بسرعه. ماشي هو ده بيبقى اقول لك حاجه، انا دلوقتي بكلمك على الخليه. الحيطه دي بتتكون من ايه؟ تمام؟ في فرق بين الحيطه دي بتتكون من ايه او ما بين مثلا الناس دي موجوده. الناس دي ممكن يكون اكل داخل الخليه، فالخليه بتكسره وتدغدغه وتطلع جلوكوز وتحول الجلوكوز لجلايكوجين وليله كبيره. ايه اللي جاب الناس دول بالايه؟ بشرح لكم وصف الحيطه اللي احنا قاعدين فيها. ده حاجه وده حاجه ثانيه. تمام؟ كده خلصنا كلام عن مين؟ على الجيتار، سواء الجيتار ده كان جيتار خلوي او حد عنده مشكله. هنيجي للكينج بتاع النهارده وهو اي خليه، وده مين؟ جواها كبرت شويه. دي مين؟ دي النواه. تعالى نتكلم عن النواه.